انت لازم تفكرين مرتين قبل لا تختارين القرار، تفكرين مرتين لازم. صح. انا ضحيت انا قعدت قدام عيالي صغار بعدهم 4-5 سنين، قعدت مع اهلي زوجتي، من اقول اهلي يعني زوجتي يعني، من قعدت مع اهلي وكلمتهم قلت لهم انا لازم اضحي بهذا الشيء. كأن تستغنون عني مدة سنتين، استغنوا عني مدة سنتين. ليش هو شلون دوامه حتى يستغنون عنك؟ اي نعم. شغل الشاحنات في انواع معينه مختلفه. الشغل انك تشتغل بالمدينه تروح ترجع نفس اليوم، هذه ما فيها فلوس، ما راح تطلع لك بيزات ولا تسوي شيء، وكان اشتغل بتيم هورتن احسن لك، ما راح تستفاد منها وايد. وفي شغل ثانيه اللي هو تروح اسبوع ترجع اسبوع شغل وترجع، اللي هو هذا يدفعوا لك بالميل او على النسبه برسنتج. اوكي، نسبة من الشحنة لو نسبة يعني كل شحنة لها يعني نسبة مردود معينة. فأنت تتفق مع صاحب الشركة أو مع صاحب الشاحنة وتقول له إن شنو ما تطلع أنت أنا أخذ نسبة من عندك، وتتفقون على النسبة هذه. أنا كنت أخذ 30% من المردود من الشاحنة، ما مسؤول عن أي شيء يصير في الشاحنة، لا بنزين لا تصليح لا يعني الطرق السريعة أي شيء أبد، مو مسؤول عنها. أنا 30% صافي لي، ما له شغل شنو يصير فيك. وهذا هو اللي صار معي. أنا اشتغلت تقريبا سنة بالشاحنات، لا أو أقل من سنة يعني 10 شهور تقريبا كسائق يعني. وبعدين شريت أنا شاحنتي الخاصة. أنا واحد يشتري شاحنته الخاصة أن المردود وايد أعلى.